انا بقول ده وكل فخر على فكره. والدتي رحمه الله عليها تقوم رايحه لقرايبي تقول لهم احنا مربيين فراخ، فيقوموا مدينها بقايا اكل او بقايا رز، بقايا مش علشان الفراخ، بس احنا الحقيقه كنا احنا الفراخ. خبطت على كل البيبان طالما حلال وشريفه وعندي الحلم والامل، فابتديت اشتغل فوعلي. انا ظهري من تحت الفقرات اللي تحت دي تعباني لغايه دلوقتي. قبل بقى المواتير والحاجات دي اقوم مطلع الرمل على الطوب على لغايه لما ظهري وجعني. حقيقة الفنان سامح حسين اللي عمل برنامج كسر الدنيا وربنا كرمه بيه، أقول لك هو في الأول تعب وعانى كتير، وطلع في برنامج وقال أنا كان الست الوالدة تروح عند الأقارب أو الجيران وتقول عندكم أكل فايض، أصل إحنا عندنا فراخ. وفي الأصل بيقول إحنا كنا الفراخ عشان تأكل ولادها، وكان بيتعب ويشتغل بدراعه. فأحب أقول لك وبشر الصابرين، اوعى تيأس من رحمة ربنا. هيجي يوم ويرضي الكل، ربنا عز وجل هيرضيك ورحمة ربنا واسعة. فسبحان الله العظيم، كافح واشتغل، إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. ما بيضيعش عند ربنا، وهيجي يوم وهيرضي الكل. وكلام اسمعه من أخوك وبشر الصابرين.